عملنا لكم النهارده بقى باتيه بالشوكولاته وباتيه بالجبنه زي ما انتم شايفين كده، هو ده الكلام. وباتيه بالسمسم حاجه تحفه. شايفين جمال الباتيه؟ كملوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا طريقه الباتيه بكل سهوله في البيت. هو ده الكلام. عندنا نص كيلو من الدقيق طبعا، وعندنا معلقه كبيره من الخميره، وعندنا واحد معلقه صغيره من الملح، واربع معالق كبار من السكر، واتنين معلقه من الخل، واحد حبه من البيضه طبعا زي ما انتم شايفين، اتنين معلقه من الخل وحبايه بيض بدرجه حراره المكان. وهنا طبعا زي ما شايفين كده ربع كوب من الحليب، وكوب من الماء، ومعلقتين كبار لثلاث معالق من الزبده. ونقلب المكونات دي كده كلها مع بعض ونعجنها عجنه كويسه، تاخد معانا 10 دقائق عجين. بنسيب العجينه ترتاح بقى، نغطيها وندخلها التلاجة لمده نص ساعه. وبعد نص ساعه بنطلعها نفردها. طبعا عندنا 250 جرام من الزبده مريحينهم كده ومسويينهم عشان نحطهم في العجينه. بنقسم العجينه على ثلاثه وبناخد طرف يمين وطرف شمال زي ما انتم شايفين كده. كده العجينه هتخش الفريزر لمده ساعه زي ما انتم شايفين، او نص ساعه يا دوبك بس تمسك نفسها. نبدا نفردها كمان بنطه زي ما انتم شايفين كده، او نفردها كمان فرده كده بطول بعرض. بنقيسها برده وهنقطعها على ثلاثه وندخلها في الفريزر تاني لمده نص ساعه. طبعا بنبدا نفردها تاني زي ما انتم شايفين، بتاخد ثلاث بنط معانا العجينه دي. عجينه الباتيه يا جماعه دي تحفه، هتقدروا تعملوها في البيت بكل سهوله. هو ده الكلام، هو ده الكلام. يلا بينا. ودي اخر بقى بنطه بعد ما فردناها زي ما انتم شايفين كده. هنبدا نقطعها بقى. قطعنا الباتيه نقدر نحشيه من جوه جبنه شوكولاته اي حاجه، طبعا بيض ولبن، وندخله على درجه حراره متوسطه في الفرن يطلع معانا بالجمال والحلاوه. انت شفتوا كل